دابا ما فهمتش كيفاش كنخدم نفس الخدمه انا وصاحبي بنفس السوايع وكل شيء، وفي الاخر هو كيتخلص اكثر مني. اش هاد الحقره؟ وانت ديما داير راسك فيكتيم اصاحبي. هاد المشكل ماشي غير عندك انت، العالم كامل مضار مع عدم المساواة في الدخل وكيحاول يلقى حل، وهاد الشيء اللي غنهضروا عليه في هاد الحلقه. معكم محفوظ عصام ورضوان. وانتم كتسمعوا البودكاست بثلاثة في ثلاثة. برانكو ميلانوفيك هذا واحد الاقتصادي سابق في البنك الدولي، قال باللي عدم المساواة في الدخل العالمي هو واحد التراكم الفجوات داخل الدول وبينها، واللي كيولد لينا واحد الحاجه سميتها الحرمان النسبي، اي انه بنادم كيولي يشوف باللي كاين فرق كبير بينه وبين بنادم اللي خدام معاه في نفس الخدمه وكيديروا نفس ليطاج سواء في نفس البلاد ولا على برا. والبنك الدولي وصندوق البنك الدولي وبعض المنظمات غير الحكوميه باش يحسبوا لنا التوزيع النسبي للدخل كيستعملوا واحد العدد من المؤشرات، واللي اشهرهم هو مؤشر جيني. ايوا جيني قود حنيني ناري على كاك بحال ديال الايا ستار ياك. وباش ما نخربقوش راسنا والسي بالليش بالحساب، خليوني ميتافوري ليكم، واللي عنده معلومات يعطينا الحل ديال المعادله ديال جيني لهذا المثال. نفترضوا واحد المجتمع فيه 10 ديال الناس خدامين نفس الخدمه ونفس المجال، والشركه اللي خدامين فيها عندها واحد البيجي توتال اللي هو 14500 دولار. الشخص رقم واحد كيشد مثلا 1000 دولار، الشخص رقم جوج 1100 دولار، الشخص رقم 3 1200 دولار، والسلسله كتبقى غاده حتى الرقم 10 اللي الصالير ديالو كيوصل ل 1900 دولار. في هذا المثال كنلقاو باللي الفرق الصالير بين الشخص الاول والعاشر هو 900 دولار، في عوض اذا شدينا مثلا ديك 14500 دولار وقسمناها على 10 غتعطينا 1450 دولار للواحد. ولكن شنو سبب هذه الروينه كامله؟ السي برانكو كيقول باللي اسباب هذا عدم المساواه في الدخل بزاف، وعلى راسها العولمه ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كيزيدوا يهايلايتيو انتشار الحرمان النسبي. ولكن واش هاد الاسباب كافيين في نظركم؟ واش هاد الحرمان النسبي ما نكونش غير تنبردوا به على راسنا؟ زعما مثلا ما يكونش واحد فادوك العشرة د الناس ديجا عنده شي ورد صحيح ودير ديك الخدمه غير فوق الشبع. المهم كيف ما كنقول ديما هادو راه غير امثله من بزاف ديال الامثله اللي عندهم من بزاف ديال النتائج مختلفه. وباش ما تدوخوش غادي نعطي المايك للسي بالعيش، غادي نعطي المايك لعصام، راه دوخوني الدولارات. والدخة انواع خير رضوان. دابا الا لاحظنا مزيان كيبان لنا جليا باللي هذا انعدام المساواة في الدخل منتشرة منذ زمان، والناس والشركات مطبعين معه. ركزتوا ليا مزيان مع جليا وانعدام والتطبيع، ياك هادو بثلاثه ما عندهمش علاقه بالموضوع. اللي بغيت نركز عليه هو شنو المبرر اللي كيعطيو المشغلين وشنو كيقولوا الموظفين على هذا البلان. المشغلين غالبا ما كيستندوا المبررات كتعلق بالجداره والكفاءه، خدمتي غتخلص، ما خدمتيش ما تخلصش، وكيقولوا حتى التخصيص الامثل ديال الفلوس باش يجيبوا الكفاءات الكبار وبالتالي النمو الاقتصادي كامل. الموظفين كيقولوا باللي هذا انعدام المساواة كيضرب العداله الاجتماعيه، يقدر يوصل الفقر وانعدام الامن الوظيفي اللي تكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت. وتيشوفوا باللي الخلصه خصها تعطى على حساب الجهد ماشي غير الكفاءه والروابط الاجتماعيه، حيت النظام كامل فيه خلل، ماشي كلشي خدا نفس التعليم وماشي كلشي عنده نفس الفرصه باش يطور الكفاءات ديالو. انا شخصيا حرتش من تيار نتبع في هادو، وانت اش بالك؟ المهم على ما تفكروا تجاوبني في الكومونتير، وكيف ولفنا غادي نعطيك واحد الحل اللي يقدر يعاونك باش تعيش مع هذا المناخ. المبدا بسيط وهو العقيده اللي كنمشي بها انا بعدا. بني البروفايل ديالك داخل فيه شنو قريتي، شنو خدمتي، شنو كتعرف دير، كيفاش داير التعامل ديالك، وقداش الريزو ديالك قوي، وشي مجالات ولا داخل فيهم، حتى شحال عندك من متابع. وخلي الجواب دائما يكون هو لا على هذا السؤال، واش مول الشكاره يقدر يفرط فيك. المهم الموضوع كبير وفيه شلب وحوايج ما يتقالوا، ولكن نمشيو دابا نشوفوا مع محفوظ التاثير ديال هذه القضيه هذه الا كبرناها شي شويه. محفوظ، هاد السنين الاخيره كامله وحنا كنسمعوا بالمساواة في جميع المجالات، وكيف ما سبقوا الاصدقاء وهضروا على الانكم انيكواليتي، دابا غنهضروا على اختها اللي هي الويلث انيكواليتي، يعني التفاوت في الثروه. في ميريكان مثلا الفئه اللي عندها ثروه كبر من 90% ديال المواطنين يلاه كتمثل 1%، وبزاف من هاد الثروه كتوزع على اولادهم ولا اولاد ولادهم. مثلا الورثه ديال سام والتون المؤسس ديال والمارت، حتى حد منهم ما اسس ولا عاون في هاد والمارت، وحتى حد منهم ما تزاد متساوي مع الاخر، ولكن بسته بهم عندهم اكثر من 140 بليون دولار في الثروه. ودابا هاد الثروه كامله هي اللي كتخليهم غنى من 40% ديال المراكنه. هادشي كيخلينا نشوفوا واحد الجانب ايجابي في عدم المساواة في الدخل، يعني داك الدخل كيمثل ربح ولا مكافاه على الجهد اللي كيدير بنادم، حيت كاين فرق كبير بين اللي كيبدا بيزنس وكيدير جهد وبين اللي غير جالس. ولكن عدم المساواة في الثروه ما فيهاش نفس البلان.
ديك الثروه ديما كتعطى البنادم غير حيت زاد في العائله المناسبه وصافي، وهي الثروه اللي كتبقى غدا وكتكبر. هذه من اهم النقاط اللي هضر عليها استاذ الاقتصاد توماس بيكيتي في الكتاب ديالو كابيتال. والمعدل ديال الثروه ديما طالع على معدل نمو الاقتصاد الكلي. داكشي علاش الناس اللي عندهم بزاف د الثروه كتبقى غدا وكتزاد وحتى حاجه ما كتحبسها من غير شي حرب ولا شي تدخل ضريبي لا قدر الله. من هذا الشيء كنزيدو نتاكدوا باللي حنا ما عمرنا نكونوا متساويين، حيت ديما كاين اللي غيتزاد ملعاق بالجهد. هي دابا غنتخلص على حساب الخدمه اللي كنعطي، وباش غنحكموا على شكون اللي خدام اكثر من الاخر. اييه، خصوصا الا دخلنا العاب العقل في هذا البلان هذا. زعما ما يمكنش نغمقوا على احسن موظف ونخلصوه بنص الثمن. خليو لينا الاراء ديالكم في التعليقات، وكيف العاده ما تنسوش تبارطاجيو الحلقه مع صحابكم. يلا هكوني عاون ربي.